لمحبين افلام الرعب، اليوم فيلمنا بيحكي عن كاميرا ملعونة اي حدا بيتصور فيها بيطلع له مخلوق غريب بيقتله، ولو حاول اي حدا يحرق الصورة راح يحترقوا الاشخاص الموجودين بالصورة على الواقع. بيبدأ فيلمنا بغرفة ليندا يلي بتكون قاعدة مع صديقتها سارة، وبيكونوا عم يتفقدوا صندوق قديم فيه مقتنيات امها لسارة يلي ماتت من 3 سنوات، وبيلاقوا كاميرا بالصندوق، وبتطلب سارة من ليندا تصورها بالكاميرا حتى تعطي الصورة لحبيبها ويضل يتذكرها على طول. وهي عم تصورها بيظهر خيال من وراها بسرعة وما بينتبهوا عليه، وحتى تظهر نتيجة الصورة لازم يستنوا 3 دقائق. بنفس الوقت بتوصل الرسالة لليندا من امها وبتضطر ترجع على البيت، وبتترك سارة لحالها ببيتها. سارة بتنزل بعد ليندا تسكر وراها الباب، وفجأة بتسمع صوت غريب طالع من غرفتها، ولما بتوصل على الغرفة بيكون مصدر الصوت هو الكاميرا، ولما بتمسك الكاميرا الصوت بيختفي، ولما بتطلع على صورتها بتلاقي وراها خيال غريب، وفجأة بتنقطع الكهرباء بالبيت، وبتحس انه في حدا قريب عم يتحرك بالبيت، فبتطلع من الغرفة وبتنادي على رفيقتها ليندا لانه فكرتها لساتها بالبيت وعم تمزح معها، وبتحس انه في حدا قريب عم يتحرك بالبيت. فجأة بتسمع صوت كرة صغيرة بتوقع من الغرفة يلي بالطابق العلوي، وبتطلع على السلم لتشوف مين يلي رمى الكرة، وبعد ما توصل بيتحرك السلم من محله وبيوقع على الارض، وفجأة بيمسك ايدها مخلوق غريب وبيشدها لعنده وبيقتلها. وبعد مرور 5 سنوات بنشوف بنت بالثانوية اسمها بيرد، وبتكون بنت انطوائية وما بتخالط الناس كتير، وبتحب بيرد التصوير، وبتكون بتحب صديقة بالمدرسة واسمه كونر، وبتطالع الكاميرا تبعها وبتصوره هو ورفقاته. ولما بينتبه كونر وبيطلع عليها بترتبك بيرد وبتروح على المحل اللي بتشتغل فيه وبتصلح الساعة القديمة تبع ابوها. وبيجي صديقة تايلور على المحل وجايب لها كاميرا هدية لانه بيعرفها بتحب التصوير كتير، واضح من تعامله معها انه بيحبها. بيرد بتتشكره كتير وبتقول له رح تكون انت اول واحد تتصور بالكاميرا، وبتصوره بالكاميرا وبتستنى النتيجة تطلع، وطبعا بيكون بدها وقت 3 دقائق لتطلع، وللاسف بتكون الكاميرا هي نفس الكاميرا الملعونة يلي قتلت سارة. بيرد بترجع على البيت وبتكون فرحانة كتير بالكاميرا الجديدة وبتقرر تصور الكلب تبعها، بس قبل ما تكبس سر التصوير بتدخل عليها فجأة صديقتها كيسي وبتطلب منها تروح معها على الحفلة التنكرية يلي عاملتها صديقتهم إيفري. بيرد بترفض لأنه ما بتحب الأماكن اللي فيها ناس كتير، بس صديقتها بتكون مصرة تاخدها معها حتى تخلصها من العزلة يلي هي فيها، وبتقلها صديقك اللي بتحبيه كونر كمان رح يكون موجود بالحفلة. بتوافق بيرد وبتلبس لباس تنكري مشان الحفلة، وبتطلع بالسيارة مع صديقتها كيسي واثنين من أصدقائهم بالمدرسة، وبتاخد معها الكاميرا حتى تصور حبيبها كونر. ننتقل لتايلور يلي بيكون عم يسكر المحل حتى يرجع على البيت، بس قبل ما يسكر بيشوف رسالة من صاحب المحل بيطلب منه يجرب الصور الموجودة بالظرف على البروجيكتور قبل ما يروح، وفعلا بشغل البروجيكتور وبيشوف الصور، بس بيلاحظ انه في خيال غريب موجود بكل الصور. تايلور بياخد شاكوش بايده وبيقرب على البرداية اللي عم ينعرض عليها الصور لانه كان مفكر انه في حدا ورا البرداية، ولما بيشيل البرداية وما بيلاقي حدا وراها بيرتاح، ولما بيطلع على البرداية بيلاقي فيها جسم غريب بيهجم عليه وبيقتله، وطبعا الكائن قتله بسبب انه تصور بالكاميرا الملعونة. وبننتقل لبيرد يلي بتروح بتسلم على صديقتها إيفري صاحبة الحفلة. إيفري بتقلها خليني شوف المستقبل شو مخبيلك، وبتطلب منها تسحب ورقة من مجموعة أوراق، وبتسحب بيرد ورقة وبيطلع لها ورقة مكتوب عليها الموت. بيرد بتخاف وبتوقف لحالها وبتشوف واحد لابس قناع على شكل جمجمة عم يطلع عليها بشكل غريب وجاي باتجاهها، ولما بيشيل القناع بتتفاجأ انه كونر. بيقعدوا مع بعض وبيشوف الكاميرا بشنطتها وبيسألها ليش جايب الكاميرا معك، بتقله انه بتحب التصوير كتير وكمان هي الكاميرا فريدة من نوعها لانه ما عاد يصنعوها من السبعينات. وبعدين بيجوا رفقات كونر وبيطلبوا منه يتصور معهم سيلفي. بيرد بتعرض عليهم تصورهم بكاميرتها وبيوافقوا، ولما بتصورهم بتلمح خيال مرعب واقف ورا حبيبها كونر وبتستنى نتيجة الصورة، ولما بتظهر النتيجة الخيال ما بيكون موجود. إيفري صاحبة الحفلة بتشوف الكاميرا على الطاولة بتاخدها وبتبلش تتصور فيها، وقبل ما تطلع نتيجة الصور بتروح لتفتح الباب وبتتفاجأ لما بيكون في شرطي عم يسأل عن بيرد. وبعدين بنشوف بيرد بالمخفر والضابط بيقول لها انه صديقة تايلور انقتل بمحل الخردة يلي بتشتغل فيه، وبيسألها اذا كانت بتعرف اي حدا على عداوة مع تايلور. بيرد بتنصدم من الخبر وبتقول له انا ما كنت بسأل تايلور عن حياته الشخصية اصلا. وبعد شوية بتجي امها لبيرد بتاخدها من المخفر وبتكون بيرد منهارة من البكاء وزعلان كتير على صديقة تايلور. ولما بترجع على البيت وبتتفرج على الصور بتشوف الخيال المرعب موجود بصور صديقتها إيفري. بتقرر تتصل فيها وتطمن عليها بس بيكون الوقت متأخر فبتقرر تأجلها لبكرة. ننتقل لبيت إيفري يلي بتكون عم بتنظف بيتها بعد ما خلصت الحفلة، وبتسمع صوت خطوات جاي من غرفتها بس بتتجاهل الموضوع لأنه بتكون سكرانة، وبتطلع على غرفتها
تنام وبتكون حاطة بغرفتها تمثالين جنب بعض، بس بتتفاجأ لما بيصيروا 3 وفجأة بيهجم عليها كائن مخيف. بتحاول تهرب منه بس بتضرب راسها باللمبة وبتوقع على الأرض، وبيجي عليها الكائن وبيمسكها من رقبتها وبيقتلها فورا. ثاني يوم بيرد بتكون عم تشرب قهوة قبل ما تروح على الجامعة، وبيجيها اتصال من صديقتها كيسي بتقلها انه ايفري وقعت من على الدرج وماتت. بيرد بتطلع بالصور وبتلاقي انه الخيال اختفى من صورة ايفري وانتقل لصورة كونر واصدقائه، وبكون الخيال ورا حبيبها كونر. بيرد بتربط الاحداث ببعضها وبتفهم انه الكاميرا ملعونة. بيرد بتعصب وبترمي الكاميرا على الحيط، بس الكاميرا بيطلع منها طاقة قوية بتخلي بيرد توقع على الارض والكاميرا ما بيصير فيها اي شيء. بتقرر بيرد تروح على الجامعة وتجمع رفقاتها وتقول لهم انه سبب موت ايفري هو الكاميرا الملعونة، وبتقول لهم انه الكائن رح يطاردكم انتم كمان لانه تصورتوا بالكاميرا. الكل بينصدم من كلامها وبقول لها ديفيد انه هو مو مقتنع بهالكلام، وبياخد صورتهم هن الاربعه وبيبدا يحرقها. واول ما النار بتوصل لايد صديقتهم نينا يلي بالصوره بتبدا تحترق ايدها بالحقيقه، ورغم كل المحاولات انه يطفوا النار بيفشلوا، لحد ما بيرد بتطفي النار يلي بالصوره. والمفاجاه الاكبر لما بيشوفوا انه الصوره عم ترجع لطبيعتها قبل ما تحترق. بينقلوا نينا للمشفى وبكونوا كلهم مجتمعين ومو مستوعبين انه حياتهم كلها واقفه على صوره. بيرد بتقول انه الكاميرا اجتها هديه من صديقه تايلور، وبتتذكر انه تايلور كان معه شنطه لما اجى على المحل وعطاها الكاميرا، فبتقرر تروح تشوف شو في جوا الشنطه. كونر بيوصلها على المحل وبتقول له رح تدخل لحالها لانه هي ما تصورت بالكاميرا. وبعد ما تدخل على المحل كونر بيلاحظ انه في انعكاس لبيرد موجود بالصوره. معنى هالكلام انه الكائن رح يطارد بيرد كمان. ننتقل لبيرد يلي بتكون لقت الشنطه على رف عالي وبتحاول توصلها، بس فجاه بيظهر لها الكائن المرعب وبيحاول يقتلها. بيرد بتهرب منه وبتتخبى بغرفه فيها صوبه شغاله، ولما بيحاول الكائن يدخل على الغرفه حراره الغرفه بتاثر عليه. بيرد بتهرب من الشباك وبتطلع بالسياره وبتهرب مع كونر. بيرد بتكون مستغربه كيف الكائن عم يلاحقها مع انه ما تصورت بالكاميرا. كونر بيقولنا انه انعكاس صورتك ظاهر بالبلور تبع الشباك. بيرد بتتصل على صديقتها نينا وبتقولها انا شفت الكائن المرعب، وبتحذرها وبتقولها ضلوا مع بعضكم ولا حدا يضل لحاله. نينا بتحاول تطلع من الغرفه وتحذر ديفيد، بس للاسف بيوصل الكائن وبيقتلها. وبعد شوي بيدخل ديفيد على غرفه نينا حتى يطمن عليها، بس بينصدم لما بلاقيها مشنوقه. ديفيد بيبلغ الشرطه وبقول لهم انه نينا ما انتحرت وفي كائن غريب عم يطاردهم وراح يقتلهم واحد واحد، بس طبعا الشرطه ما بتصدقه. بيوصل كونر وبيرد على المشفى وبينصدموا لما بيعرفوا انه نينا ماتت. ديفيد بيعصب على بيرد وبقول لها انت السبب بالورطه اللي نحن فيها. بتزعل بيرد وبتروح بتقعد لحالها وبتبكي. بيلحقها كونر وبيحاول يهديها. بيرد بتقرر توصل لحل المشكله اللي هن فيها، وبتفتح الشنطه اللي جابتها من المحل وبتلاقي ورقه مكتوب فيها انه الكاميرا ملعونه وانه كانت دليل على جريمه قتل صارت عام 1974. بتروح هي وكونر على مكتبه الارشيف وبيحاولوا يلاقوا اي خبر عن جريمه صارت في عام 1974، وبيلاقوا خبر عن جريمه قتل نفذها مريض نفسي وقتل فيها 3 اطفال وصورهم بالكاميرا تبعه، وقبل ما يهرب قتلته الشرطه. وبيعرفوا كمان انه صاحب الكاميرا كان بيحب القتل كتير وكان بيصور كل ضحاياه قبل ما يقتلهم. وبالليل بيجتمعوا الكل مع بعضهم وبتقول لهم بيرد انه لما هجم الكائن عليها تاثر بحراره الصوبه، وهذا بيعني انه نقطه ضعفه النار. ديفيد بيكون خايف كتير يطلع له الكائن، فبياخذ الكاميرا وبيقرر يدمرها. كونر بيحاول يهديه لانه ما بيعرفوا شو العواقب يلي ممكن تصير لو دمروا الكاميرا. بيحاول كونر ياخذ الكاميرا من ديفيد وبالغلط بيكبس ديفيد على زر التصوير وبيصور حاله، وبيتفاجئ الكل لما بينتقل خيال من صورتهم الجماعيه لصوره ديفيد الجديده. فبيفقد ديفيد اعصابه وبيهدد الكل انه يبعدوا عنه والا رح يصور الكل واحد واحد. وبقرر يصور بيرد لانه هي كانت السبب بكل شيء، بس صديقتها كيسي بتمنعه وبتضرب قلم بالصوره الخاصه فيه. وطبعا بيتاثر ديفيد على الواقع وبتوقع الكاميرا من ايده. ديفيد بيعصب كتير وبيحاول يهجم على كيسي، بس كونر بيمنعه وبيجي من ورا ضابط شرطه ليهديه، بس ديفيد بيضربه بالغلط. الضابط بيقبض عليه وبيحطه بالسجن. بيرد بتقول لرئيس المخفر انه في كائن مرعب بالكاميرا بيقتل اي حدا بيتصور فيها، وبتقترح عليه يفتشوا بيت رولاند صاحب الكاميرا اللي قتل الاطفال عام 1974. رئيس المخفر بيقاطعها وبيقول لها انه مو مقتنع بكلامها وبحذرها انه تروح على بيت المجرم رولاند، وكمان بيقول لها ما راح يطالع ديفيد الا بعد مرور 24 ساعه عقوبه له. ولما بيطلع كونر وبيرد من المخفر بيقرروا يروحوا على بيت زوجة القاتل، ولما بيوصلوا على البيت زوجة رولاند بترفض تستقبلهم وتحكي معهم، بس لما بتشوف الكاميرا بتقول لهم انه الكاميرا مو لزوجها رولاند، الكاميرا لبنتها ريبيكا. نفس الوقت بنشوف ديفيد بالسجن عم ينادي على اي حدا يحكي معه ليطالعه من السجن، بس فجأة الكهرباء بتنقطع عن السجن وبيشوف ديفيد الكائن جاي لعنده وبيهجم عليه وبيقتله. وبنرجع على بيت رولاند وبنشوف زوجة رولاند عم تحكي مع بيرد وبتقلها انه هي اللي اشترت الكاميرا لبنتها ريبيكا، وكانت ريبيكا كتير فرحانة بالكاميرا وكانت تاخدها معها وين ما راحت لتصور المناظر الطبيعية، بس
للأسف كانوا رفقاتها دائما بيتنمروا عليها لأنه كانت بنت انطوائية وبتحب تضل لحالها دائما. وفي يوم من الأيام أجوا أصدقائها لعندها على البيت وخدعوها وأقنعوها تروح تسهر معهم، وبعدين خلوها تشرب كتير لحد ما سكرت وشلحوها لبسها وصوروها ونشروا صورها بالمدرسة كلها. وأول ما عرفت ريبيكا بالموضوع انتحرت فورا بالمدرسة. ولما وصلت الصور لعند رولاند أبو ريبيكا خطف الأطفال الأربعة وعذبهم وصورهم بالكاميرا وقدر يقتل 3 منهم. وقبل ما يقتل الرابع وصلت الشرطة وأطلقت النار على رولاند يلي بيوقع بحوض فيه مي وبإيده الكاميرا وبيتكهرب لحد ما يموت. زوجة رولاند بتعطيهم صورة الولد الرابع وبتقول لهم انه هذا مفتاح اللغز تبع الكاميرا الملعونة. بيرد بتستنتج انه الكائن المرعب هو رولاند ابو ريبيكا وما راح يوقف قتل غير ما يقتل الشخص الرابع يلي كان السبب بانتحار بنته. بيرد وكونر بيقرروا يروحوا على مدرسة ريبيكا ويدوروا بالارشيف ليعرفوا مين بيكون الشخص الرابع، وبيكتشفوا انه الشخص الرابع هو نفسه رئيس المخفر يلي حذرهم انه يروحوا على بيت رولاند. وبيتفاجئوا لما بيظهر من وراهم ومعه صديقتهم كيسي وكان مراقب كل تحركاتهم وبقول لهم رح اقبض عليكم لانه انتم اقتحمتوا المدرسه. كونر بيعصب وبيصور الضابط حتى يجي الكائن يقتله وتخلص اللعنه. الضابط بيفقد اعصابه وبقول له معلوماتكم كلها خطا، رولاند ابو ريبيكا هو اللي كان عم يصور بنته صور فاضحه بسبب انه مريض نفسي وبيعاني من انفصام شخصيه. والاطفال لما اجوا على بيت ريبيكا وهو كان واحد منهم هربوا بعد ما شافوا رولاند وهددوه انه راح يخبروا الشرطه عنه. لهذا السبب خطفهم وعذبهم وقتلهم، ولحسن الحظ ضل هو عايش. والشرطه قتلت رولاند لانه شافته مختل عقليا، ولانه ريبيكا طفله حساسه كتير حست بالذنب لانه رفقاتها انقتلوا فقررت تنتحر وتشنق حالها. وحتى يثبت انه كلامه صحيح بقول لهم تاكدوا من تاريخ انتحار ريبيكا وراح تلاقوها انه انتحرت بعد موت ابوها. وفجاه بتنقطع الكهرباء بالمدرسه وبيظهر الكائن وبيمسك صوره الضابط وبيشقها نصين، وبالتالي الضابط كمان بينقسم نصين بالعالم الحقيقي. وبيكتشفوا انه كلام الضابط صحيح والقصه اللي حكتها ام ريبيكا كلها كذب بكذب. الكائن كان لازم يشقك انت نصين مو الضابط. المهم الكل بيهرب من المكان وبيتفرقوا. كيسي وبيرد بيروحوا على الحمامات وبيفتحوا المي السخنه لانه نقطه ضعف الكائن الحراره العاليه، وفعلا لما بيوصل لعندهم ما بيقدر يوصلهم وبيختفي. بيرد بتطلع من الحمام لتدور على صديقها كونر ولما بتلاقيه بتقول له عندها خطه حتى يخلصوا من الكائن، وبتاخذ الكاميرا وبتروح لعند الكائن ولما بيمسكها حتى يقتلها بتصوره بالكاميرا. وبعد ما تطلع نتيجه الصوره بتمسك الصوره وبتعصرها بايدها، بس بتستغرب انه الكائن عم يرجع جسمه لطبيعته مرة تانية بعد ما كسرته كله بالصورة. وبتقرر تحرق الصورة وبتطالع القداحة يلي معها وبتحرق الصورة قبل ما يوصل للكائن يلي كان عم يزحف لعنده. وفعلا الكائن بيتأثر وبيحترق وبيموت. وبتروح تطمن كيسي وكونر وبتقول لهم انه خلص الكائن المرعب احترق ومات، وهيك رح يعيشوا حياتهم بدون رعب وبثبات ونبات. وتاني يوم بتروح بيرد وبترمي الكاميرا بالبحر وبتكون مرتاحة كتير لانه قدرت تقتل كائن مرعب وتريح البشر منه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيلم. شكرا للمتابعة ولا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم دائما كل جديد. موعدنا الفيلم القادم إن شاء الله.